والقلقاس لو ما اتعملش كده يبقى انت ما اكلتيش قلقاس قبل كده. ايوه بالظبط كده. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا كده قلقاساية، والافضل تكون واحدة كده افضل، بدل ما يكون 2 أو 3 فما بتاخدش سوى واحد. تمام. فما يكون واحدة كده يكون افضل. طبعا قشرتها، ومعايا منديل مطبخ جنب مني او فوطة، وبخرطها بالشكل دي واقشرها وانشفها كده، واروح جايه حطها على فوطة كده نظيفة. انا مش بغسل القلقاس. في ناس بيغسلوا بميه سخنه كده وعصره ليمونه ينزلوا الماده اللازجه منه، بس يعني ده اختياري براحتك، بس انا طول عمري بعمله كده. اقشره بفوطه نظيفه، امسح واحده واحده ويبقى معايا فله. اجي بقى كده على حاجه برضو ناشفه، وبعد كده اخرطه بالشكل ده. اهم حاجه السكينه تكون ناشفه، والقرمه او الحاجه اللي انتي بتقطعي عليها البلانشه تكون برضو ما فيهاش ميه وناشفه. اخلص بقى الكميه زي الفل. هحطهم بقى في قلب الفوطة كده او اي عرض كده نضيف، واروح جايه مكلفتة القلقاس وسايباه كده على الرخامة على ما نشوف هنعمل ايه. معايا الخضرة غسلاها ومصفياها، دي اهم حاجة ما فيهاش نقطة مية. عبارة عن حزمة من السلق وحزمة من الكزبرة الخضراء، غسلاها ومصفياها ومخليها فلة نضيفة جدا. هشيل بس يعني العنش الناشف اللي فوق ده، انا شايلاه بس يعني دول حبة كده شفتهم شلتهم كمان. واخرطهم بالشكل ده. ومعايا بقى في الطاسة معلقة سمنة بلدي كده حلوة كبيرة تتقدح، وبعد كده هنزل بالخضرة بتاعتي والنار تكون عالية. افضل بقى اشوح كده فيها لحد ما الخضرة دي تنزل ميتها وتنشف وتغمق جدا معايا، يعني داخلة كده على حروقة. تمام. تحس ان لونها كده غمق جدا. هفضل كده اشوح، خشولت كده في الحله، احس ان هي خشولت ونشفت ولونها بقى غامق جدا داخله على حروقه. زي الفل كده معايا. بصوا سامعين بقى الخشوله؟ ولسه محتاجه تكيه كمان، انا عايزاها اغمق من كده. دي بقى اهم خطوه للقلقاس السلق، واهم تكايه تكوني غمقتي السلق كويس جدا مع الكزبره كده. خلاص كده زي الفل. اطفي النار. شايفين اغمقت جدا لدرجه ان هي اخدت لون كده لسوعه بسيطه، وده المطلوب. بصوا نشفت معايا اتحمصت، انا عايزاها تكون متحمصه. يلا بقى في الخلاط بتاعنا او الكبه، هضيفها كده في قلب الكبه. انا هنا بوريكم يعني بسمعكم صوت الخشوله اللي هي خلاص اتحمصت معايا. ومكان القلايه كده احط نص كبشه من الشوربه، واضيفها كده في قلب الكبه علشان تفرم لي كده الخليط كله ويبقى ناعم جدا. خلاص كده زي الفل. بصوا بقى الخليط، هركنهم بقى كده على جنب. ومعايا بقى الشوربة بتاعتي او المية الموجودة عندك اعملي بيه، سواء مية او شوربة. انا عندي شوربة لحمة، ضفت كده في الحلة اللي هعمل فيها القلقاس الشوربة. هنقل بس الحلة على عندي عشان تبقى قريبة من الكاميرا. هنا ضفت بس نص مكعب ماجي عشان حسيتها ان هي محتاجة سنة ملح، لكن لو شوربة عندك مظبوطة ما تضيفيش حاجة. قلبت معايا. اول ما الشوربة تقلب معايا اسقط بقى القلقاس ابيض ونضيف معايا فله، وننزل بقى بنص عصره ليمونه، نص حبايه، اللي هي اسماء بتشيل الماده اللزجه من القلقاس وبتخليه ابيض شمع كده. وننزل على طول بالخضره بتاعتنا. ومعايا بقى هنا معلقه صغيره من الثوم، والباقي بقى حوالي نص معلقه كبيره هنعمل بيها الطشه بتاعه القلقاس، ورشه فلفل اسمر، ورشه سكر. بس كده. هسيب بقى القلقاس كده على نار وسط يستوي معايا. عملت بقى شوية رز بشعرية كده حلوين زي السكر كده جنبهم. قلقاس يعني رز بشعرية، دي الأكلة المقدسة بتاعتنا. خلاص كده اللهم بارك، شوية رز كده سكر استوى معايا وزي الفل. شايفين بقى أنا بحب دايما أزود الشعرية. هنا بقى القلقاس اللهم بارك استوى معايا بنات وبقى زبدة. أجيب بس معلقة ونختبره.
حلاوة القلقاس يستوي يبقى معاكي عجينة، دي حلاوة القلقاس. شايفين بقى لون الشوربة بالخضرة ولا طعمها اللي زي السكر؟ يلا بقى نعمل الطشة بتاعتنا. معلقة سمنة بلدي كبيرة مع معلقة توم برضو كبيرة ناعمة، وهسيبها تتحمر كده وتاخد لون حلو. ونديها ايه بقى؟ نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة بعد ما التوم يتحمر معايا بالشكل ده. قلبة كده بسيطة، بلاش تحروقي التوم، يبقى دهبي فاتح كده حلو قوي. نجيب بس حلقة القلقاس كده ننقلها ونشغل النار برضو. عايزة اقول لكم بقى شموا الريحة والجمال وهتقلب لكم كده البيت. خلاص كده زي الفل، اطفي النار. خلصنا كده شوية الرز بشعرية وشوية القلقاس بالخضرة، العسل بتاعتنا زي السكر. عايزة اقول لكم ما بيبات بيزيد حلاوة، والله بيزيد حلاوة. طبعا بقى الاكلة دي محتاجة شوية ليمون اللي انا عاملاه معاكم. شايفين الليمون يا بنات بقى عامل ازاي؟ بعد 10 ايام بقى كريمي، المية بتاعته بقت كريمة كده تقيلة وقوامه تقيل وحلو قوي. احلى شوية قلقاس هتجربيهم في حياتك. شوية السلق، حزمة من السلق تعادل كوباية ونص كده من ايه ورق السلق، ونص كوباية من الكزبرة الخضراء. برضو باخد الورق يعني بقطع العيدان كده من قدام. تمام. بالنسبة بقى للقلقاس قد ايه يا اسماء؟ دي كيلو وربع، يعني الواحدة كانت كيلو وربع. جربوه بقى يا بنات بألف هنا وشفا. شوية قلقاس زي السكر. القلقاس ليه طريقتين، طريقة اللي هو بالطبيخ اللي هو الأحمر الصلصة الحمراء اللي هو زي البطاطس كده، والطريقة اللي هي بالسلق الخضراء اللي احنا عارفينها بتاعت أمهاتنا بتاعت زمان. والطريقتين برضو عندكم على الصفحة وعلى القناة، أنا كنت عاملاها معاكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.